السلام عليكم. شايفين الجمال اللي قدامكم ده؟ من بواقي الكيك. ايوه بجد من بواقي الكيك. وصفة سهلة وسريعة وجميلة جدا، واحنا كمان داخلين على الصيف فعايزين الحاجات الجميلة دي. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة انا عندي اي بواقي كيك، دي كيكة فانيلا، اي بواقي كيك عندك، او بسكوت شاي اللي هو البسكوت الشاي العادي. هرص الكيك في الصينية كده، المهم ان ما يبقاش فيه اي فوارغ خالص، ولو في فوارغ بحط فيها حتت صغيرة كده كده بتتقطع ما بتبانش، بتبقى اكنها قطعة واحدة. هعمل عندي الكاستر 4 كوبايات لبن، عليهم 6 معالق كاستر، ونص كوباية سكر. والسكر هنا نسبي، تقللهم او تزودهم براحتكم، بس نص كوباية كانت مظبوطة جدا لل4 كوبايات لبن. واقلب على البارد بالشكل ده لحد ما يدوب خالص. بعد كده ارفعه على النار وايدي فيه اقعد اقلب كده، طبعا اقعد اقلب عشان ما يعملش معايا كتل ويبقى كريمي وناعم. اقلب كده بالشكل ده، شايفين تقل اهوت، شايفين قد ايه كريمي وجميل. هو كده خلاص، هرفعه بقى من على النار. شايفين قوامه عامل ازاي؟ هحطه بقى على الكيكة على طول، واساوي الوش كده. اعمل بقى الجيلي، عندي باكت جيلي ده في جيلي فراولة واي نكهة تحبوها. حطيت عليه كوباية مية سخنة، هو الجيلي اللي بيبقى مكتوب عليه مية قد ايه. اقلب كده لحد ما يدوب خالص، بعد كده بضيف باقي الكمية مية ساقعة، وساقعة دي يعني ساقعة ساقعة متلجة. انا حطيت هنا موز، طبعا حطوا اي فاكهة انتوا حابينها، انا بحس ان الموز مع الكاستر مع الفراولة بيبقى حلو قوي. حطيت بقى الجيلي بالشكل ده كده، وهسيبها في التلاجة 3-4 ساعات. دي بعد ما طلعت من التلاجة انا حطيت عليها بس شوية فستق بس كده عشان اكسر اللون شوية. اسلك بقى بالسكينة كده بالراحة عشان ما تتكسرش مني، وارفع كده بالراحة. شايفين الجمال؟ حلوة قوي بجد، طعمها تحفة. شايفين الطبقات؟ طبقة الكيك تحت، فوقها طبقة الكاستر، وفوقها طبقة الجيلي. بجد طعمها حلو جدا، جربوها يا رب الوصفة تعجبكم. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.